لما سافرت اول مره كنت خايفه جدا. كنت بفكر ما اعملهاش اصلا، كنت بفكر ما اروحش. بس ده كان اسمه سيلف سابوتاج. وده اللي انت لسه بتعمله في نفسك واللي انت بتعمليه في نفسك. هاي، انا عليا وسافرت 19 دوله وبعمل محتوى يخليك افضل ويقربك اكتر لحلمك. ان انتوا بس بتفكروا في التقديم، او ان انتوا بس بتفكروا انا عايزه اسافر انا عايزه اسافر. بس احنا عمرنا ما فكرنا طب انا هسافر ازاي، انا هعمل ايه اخلي الاورجنايزيشن دي او الشغل ده يقبلني او اي حاجه او الجامعه دي. ما نفكرش هنا، احنا بس تفكيرنا ماذا بعد. يعني انا تفكيري كان على طول اللي هو ايه ده لما اروح فرنسا ده هيحصل لما اروح. لا، لما بدات ان انا اركز معايا انا، تركز مع شخصك انت، مش تركز مع اي حد، مش تركز مع عاليه، مش تركز على صاحبتك اللي عملت دي. لا، تركزوا فعلا مع نفسكم. تقعد كده، انا ايه اللي ناقصني، انا ايه اللي ناقصني ان انا اسافر على الاوبورتيونيتي دي، وتركز على اوبورتيونيتي واحده. مثلا الجامعه، انا فعلا مش بتكلم انجلش كويس، خلاص يبقى انت محتاج تطور الانجليش بتاعك. انا لسه مش معايا الامتحان، خلاص يبقى انا هركز، انا هشوف هاخد امتحان ايه، هاخد الايلتس او التوفل. ده اللي انا بدات اعمله فعلا. لما انا حبيت ساعتها اكتشفت ان انا بحب اشوف العالم واحب اغامر زي الكره الارضيه اللي جنبي هنا. انا بحب اغامر اشوف العالم، انا بس مش همي دراسه، انا همي كلتشر. فقلت ايه، حاجه لذيذه قوي ان انا اسافر مؤتمرات واسافر تطوع واسافر اللي هي الحاجات القصيره دي، حاجات مش طويله، مش عايزه اسافر سنه كامله، مش عايزه ابعد او اي حاجه، عايزه ابدا كده في الاول. وفعلا شفت ان الحاجات اللي هتساعدني هي ان انا ابدا الاول تطوع هنا في مصر، ابدا اخد كورسات. انا بدات اعمل كده بجد. انا لما ركزت عليا، يعني انا بجد ركزت على عليا، ركزت عليا في كل حاجه بقى، من رياضه لدراسه لكل حاجه، حتى للناس اللي حواليا الكوميونتي، حتى بعدت عن ناس ساعتها عشان هم خلاص. انا مش هفضل اسيلف سابوتاج ماي سيلف، انا مش هفضل ان انا اعاند في نفسي وان انا بس احلم. لا، انا احقق الاحلام. وانا عارفه ان الكلام سهل، انا عارفه متاكده بكتير ان الكلام سهل. بس جربه، جرب اعملها في مره، شوف ايه اللي ناقصك فعلا، ايه اللي ناقصك لمنحه الماجستير دي، ايه اللي ناقصك لمنحه الماجستير دي. هل ابحاث؟ طب يلا نجرب نعمل ابحاث، يلا نتعب، يلا بجد نتعب. لان لو انتم مفكرين يعني، حتى لو في الشغل، حتى لو انت شخص معاك بتقول لا انا مش عايز اسافر منح ومعايا فلوس وكل الكلام ده، حتى لو الشغل احنا محتاجين نتعب. احنا محتاجين نتعب عشان الحاجه اللي احنا عايزينها، نتعب عشان نفسنا مش عشان اي حاجه. انا هتعب عشان اوصل بالفيرجن اللي عليها تبقى بجد مبسوطه بيها. انت النسخه المفضله لنفسك، انت النسخه المفضله لنفسك، مش اي حد، مش اي حد هيديها لك، ولا الكونتنت كريتور اللي انت متابعاها، ولا البلوجر البنت اللي بتقعد تعمل ميك اب كل يوم وتقعد توريك حياتها. انت ممكن تعيشي حياتها. انت بس مش محتاجه تطلعي من دور من دور الضحيه اللي انت عايشاه ده، وانك قاعده تتفرجي بس على الشاشه. روحي اعملي حاجه فعلا. بس كده يعني. لو عايزين تعرفوا اكتر عن محتوى عن السفر وازاي المايند سيت اللي غيرتني، ما تنسوش تتابعوني. ولو عندكم اي سؤال بجد اكتبوه في الكومنتات. انا كنت على طول تايهه، عشان كده بقيت اعمل الفيديوهات دي. ان انا بشوف عندي شباب صغير كتير وحتى الشباب قدي واكبر مني، بس احنا ستيل تايهين. فمش ده الصح يا جماعه، مش ده الصح ان احنا نركز على الحاجات دي. صح ان احنا فعلا نبدا بنفسنا ونبدا نهتم بنفسنا، مش باي حاجه تانية.